السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض طبق عدس بمناسبة ان كان في مطر امبارح، فالجو ده عايز عدس يدفي. احنا ملقتش حاجة افطر بيها غير اننا نعمل عدس. يلا نعمل مع بعض العدس بتاعنا. انا عندي كوباية عدس واحدة بس مغسولة تمام، حطيتها في حلة. بعد كده جبت خضار بتاعي مشكل، عندي 4 جزرات، عندي كوساية صغيرة، بصل صويا، 3 طماطمات، 5 فصوص توم، بصلتين صغيرين او بصلة كبيرة متوسطة او متوسطة، او الخضار اللي انت عايزاه عامه. بس هو ده الاساسي. بس انا بحط كوسه عشان انا بحب اضيف القيمه الغذائيه، كمان ولادي مش بياكلوها كتير، فانا بحب ادخلها لهم في حاجات غير ما يعرفوا. اضيف كل الخضار ده كله على كوبايه العدس بتاعتي في الحله بالشكل ده. تمام. انا ضفت كده الخضار مع بعضه ومع العدس. هجيب بقى التوابل بتاعتي، اي توابل احبها، ملح، فلفل، كمون، كزبره، عندي فلفل اسود، بابريكا، معلقه كركم صغير، طبعا معلقه زعتر او رشه زعتر. وبعد كده بحط كل الحاجات دي التوابل دي على الخضار بتاعي وبقلبه، وبعدين بحط عليه حوالي لتر ميه، او اللي هو الميه تكون مغطيه الخضار بتاعي عشان يقدر يستوي كويس. انا عايزاه مهري، تكون الخضار كله متغطي بالميه بتاعتي. وبعدين هرفعه على النار واسيبه بقى كل الخضار دي بالروايح دي لما تطلع كده جميله. لما تستوي هقلبه مع بعضه، وبعد كده اغطيه واسيبه لحد ما تاخد مع بعضيها وتستوي كل الخضار ده. اغطي عليه طبعا بعد ما يغلي كده. الخضار بتاعي استوى، بياخد حوالي تلت ساعة تقريبا. لما الاقي الخضار ادوس عليه استوى تمام. بعد كده ممكن اضربه الهاند بلندر، انا ما عنديش، ضربته في الخلاط طبعا لما يهدى. وبعد كده عندي حوالي معلقتين شعرية 3 بحمرهم مع معلقة زيت واحدة بس. وبعدين اجيب الجزء اللي انا ضربته في الخلاط واضيفه على الشعرية بتاعتي واقلب. تمام. واكمل الخليط. انا وانا بضرب في الخلاط لما بلاقي فيه جزء تقيل، يعني تقيل، بضيف طبعا، لازم اضيف ميه عشان اخفف اللي عندي. الجزر بالخضار بيبقى تقيل شويه. تمام. فانا بضيف حوالي كوبايتين ميه في كل ضربه بضربها او 3 على حسب. انا زودت ميه فلازم احط طبعا معلقه ملح وادوق برضو. هو محتاج ملح تاني، محتاج حاجه انا عايزه ازودها في التوابل بتاعتي، كمون او حاجه، فلفل، زي ما انتي حابه. هو ده احنا شايفينه خفيف، لا هو بيتقل بعد كده. انا ضفت معلقه ملح. هو بعد كده لما بيستوي وبيغلي بيتقل مع بعض، خصوصا لما يبرد بتلاقيه ايه، القوام بتاعه تقيل. اقلبه كويس واسيبه لحد ما الشعريه بتاعتي الاقيها استوت، خلاص اطفي عليه. هو كده تمام. ده القوام بتاعي بس خلص. انا كده غرفته خلاص. بصوا الشكل عامل ازاي والقوام، ويبقى الطعم مقلكوش، خطير جدا جدا. لو عملتوه بالطريقه دي يبقى عمركم في حياتكم ما هتنسوا طعم العدس تاني ابدا. طبعا عصرة ليمونة لو حبيتي. انا ممكن نحبه ناكل معاه مثلا عيش محمص او عيش بلدي، عيش شامي اللي انت عايزاه، او عايزه عيش طري عادي مفقع، زي ما تحبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد.